السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم معاكم عن قصر الحسينية، القصر اللي هيعيش فيه الأمير الحسين والأميرة رجوة. وتم بناء قصر الحسينية في عام 2006 غرب العاصمة عمان بجوار مسجد الملك حسين بن طلال. ويضم القصر المكاتب الجديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومكتب جلالة الملكة رانيا العبد الله، ومكتب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبيجمع القصر من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي وروعته. وبيحتوي قصر الحسينية على مكتبي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية، وكذلك القاعات اللي بتجري فيها المباحثات الثنائية، وده خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة. وبيحتوي القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى، وساحة للمراسم الخارجية، وبيتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤساء، وبتقع في المساحة الفاصلة بين القصر ومسجد الملك الحسين. ويجري جلالة الملك المعظم في رحاب هذا القصر معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية. وده القصر اللي هيسكن فيه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة خالد آل سيف.